بعد 3 أيام فقط من سيطرة طالبان على العاصمة كابول، نشر صوره مع الزعيم أحمد مسعود في وادي بنجشير، وطالب فرنسا بتسليح ميليشيات الشمال للقضاء على سلطة طالبان. أثار وصوله إلى أفغانستان كل المخاوف والأساطير القديمة التي تربط بين اسمه والثورات والمؤامرات. فمع كل صورة جديدة في ألبومه المثير هناك حكاية تنتهي بكارثة. حقيقة برنر هنري ليفي من ليبيا إلى أفغانستان. برنر هنري ليفي ليس مجرد صحفي أو كاتب أو فيلسوف عادي، هو أيضاً المليونير الاستعراضي المقرب من دوائر الحكم في باريس. عرفته جبال أفغانستان وساحات الحرب في العراق وميادين القاهرة، وطاف بالسهول في شمال وجنوب السودان، وزار وديان دارفور بالابتسامة نفسها وبقميصه الأبيض مفتوح الأزرار. ليفي البالغ من العمر 72 عاماً، ابن عائلة سفردية يهودية ثرية، مولود بالجزائر عام 1948، لكنه نشأ في باريس، درس الفلسفة وأصبح أحد الفلاسفة الجدد أعداء الاشتراكية. قدرت ثروته عام 2004 بنحو 150 مليون يورو. يتنقل بين قصوره الفاخرة في باريس ونيويورك ومراكش والفيلا الشهيرة المكونة من 6 طوابق في مدينة طنجة. نشر عشرات الكتب وأخرج أفلاما روائية فاشلة وأخرى تسجيلية عن الحروب في العراق وليبيا والبوسنة وغيرها. تحول بمرور السنوات إلى أخطبوط خيالية تربطه التحليلات أحيانا بالمخابرات الأمريكية أو الإسرائيلية، وفي معظم الحالات كان ظهوره في نطاق الدول الإسلامية مهاجما ما يسميه الإسلام المتطرف ومدافعا عن إسرائيل. يزدحم ألبوم برنر هنري ليفي القريب بالصور التي توضح ذلك تماما. يقصد سفارة إسرائيل في باريس طالبا التطوع في الجيش الصهيوني. يزور أفغانستان على أنه مبعوث شخصي من الرئيس جاك شيراك. خلال حرب تموز الوحشية على لبنان يذهب إلى إسرائيل ثم يعود إلى فرنسا ليكتب صفحة كاملة عن معاناة الإسرائيليين. في السودان يدعم المسيحيين ومتمردي دارفور ويطالب بمحاكمة الرئيس. يدخل غزة مع الاجتياح العسكري الإسرائيلي على متن دبابة، ويعود ليسوق مجموعة جديدة من الأكاذيب عن معاناة الإسرائيليين. يشارك في حملة تحريض للمعارضة الإيرانية للانتفاض على الحكومة. يظهر وسط المحتجين في ميدان التحرير خلال ثورة 25 من يناير، بل إنه تبرع بطعام للمتظاهرين دون الكشف عن شخصيته، ويعبر عن مخاوفه من مشروع الإخوان المسلمين لقربه من حماس. لكنه يصف أحداث رابعة العدوية في عام 2013 بأنها مذبحة. يقنع صديقه ساركوزي بدعم التدخل العسكري في ليبيا. يدعو الغرب للتدخل في سوريا ضد استبداد الأسد والتطرف الإسلامي. يخرج من تونس مطرودا بعد تظاهرات شعبية تندد بتاريخه. يشهد استفتاء إقليم كردستان العراق بشأن الانفصال عن بغداد، ويقول إن الإقليم سيكون الديمقراطية الثانية بالمنطقة بعد إسرائيل. يزور ليبيا ويثير جدلا واسعا، والسلطات تحقق في علاقته باللواء حفتر، الكاتب والسياسي اليميني المتطرف المعادي للتيارات الإسلامية. اختار أفغانستان لمهمة علنية هذه المرة، وهي الحشد ضد طالبان. صورة جديدة تضاف إلى ألبومه الغامض المثير للجدل، لكنها لن تكون الأخيرة له على أرض عالمنا الإسلامي.